ابو نبراس وشو ذا قلت لي؟ هذا الزعفران. هذا الزهر. هذا الزعفران. طبعا الحين ما وقت تزهيره، لا وقت خاص في التزهير. اي نعم. يزهر له وقت بس يزهر مره واحده، يطلع كل بصيله طلع زهره واحده. خلاص ينتهي. يعني ما يظل يطلع زهور خلاص. يعني مثلا هنا 5 فصوص يطلع لك 5 زهرات. طبعا هذا شلون طريقه تخزينه كيف؟ بعد ما يجي بعد شهر نشيله ذا. شوف كل واحده هذا يفتح لنا بصيله واحده. هذا بصيله نفس فص الثوم ما شاء الله. ايوه نخزنها عندنا في البيت في الجو البارد. لازم مكان بارد. لازم مكان بارد، ولا داير شهر 9 وشهر 10 ويا زراعه الثوم نعود نزرعها مره ثانيه. الفصل واحد بعدين يطلع لنا شوف كم يطلع 5 10 8 على حسب قوته. ما شاء الله. وكل واحد يطلع زهره، والزهره فيه 3 خيوط. بس وتفقش الزهره الصباح، لازم الصباح تشيله، اذا ما شلته يعود يتسكر ويختفي. ولا يجي يوم ثاني ما تشوفه. خلاص تشوف الزهره تسوي يصغر في يوم واحد بس. يوم واحد الصباح، لازم الصباح تجي تشيل. لازم تراقبها. لان الزهره تصير مفتوحه فيها 3 خيوط، اذا ما شلته الغلاف مال الزهره يروح يتلوث على الخيوط ويصير صعب تطلع. زين هل جمعت لك كميه؟ لا الحين بدايات. هذا الحين السنه الثانيه. داير لا بتصير في كميه وبنبيع من ان شاء الله. ان شاء الله. هذا شيء اللي قصدك بسيط يعني. ايوه بالضبط. وذا منين جايبه الفصوص؟ برا يعني. هذا ايران. ايراني من هناك. ويزرع في الاماكن البارده يعني. بالضبط. يدور مكان بارد. الله. فنجح عندنا في الحسن ما شاء الله. اي نعم. اللي يبي يزرع يجيب له فصوص نفس كذا. بالضبط. ما شاء الله. حتى محلات زين الحين جبت انت فصوص كنت كذا. ايوه فصوص. ما يخترب كذا ولا لازم بس حفظه في مكان بارد؟ خلاص الحين مثلا قلعته هذا الحين خلاص قلعنا. عرفت؟ خلاص تخلي لين يجف كامل. شفت الرطوبه ذي؟ ينشف. لازم تنشف. اذا نشفت تحطه في كيس وتحتفظ في البيت. لازم ينشف، اذا ما نشف يعفن. اي نعم. لازم الرطوبه كلها تنشف وتحطه على جو البيت وانساه. لا جي وقت الزراعه طلعه وزرعه، وتبي سريع يطلع الزهور. اذا جي وقت الموسم يعني مثلا شهر 9 لا تزرعه في شهر 9، حطه في الثلاجه. لا جي شهر 10 طلعه وزرعه بسرعه طلع الزهور. ما شاء الله. ما يسوي ورق على طول يطلع زهور على طول يطلع لك زهور. قبل ما يورق. بالضبط عليك نور. الله يعطيك. وعقب ما تاخذ زهور بعدين يقوم يورق ويفرخ وتاخذ عياله تستفيد بهم. الواحد يمكن يسوي كم يجي ل 10. هذا الحين هذا 1 2 3 4 وهنا شوف وهنا في 4 باقي يعني عليه شو ترى يتفككون كل واحد الحين. 8. ما شاء الله. شغله جميله والله في الزراعه.